بص هنا هولندا جابت 3 اهداف شبه بعض كنهايه، لكن بدايتهم مختلفه تماما، كل واحد له الاسباب اللي دخل بيها مختلفه عن التاني. يلا بينا نشوف اول هدف. بص هولندا عايزه تطلع باللعبه. بص السويد ازاي قافله عليهم وضغطه، وكل واحد مع واحد، حتى ده الراجل صعب يستلم مع واحد اهو. فهتعمل ايه بقى هولندا؟ عايزك بقى تركز مع بروبي المهاجم بتاع هولندا. هو اللي هيحولهم اصلا، بدل ما يخليهم في موقف دفاعي كده هيحولهم يبقوا في موقف هجومي، هيقلب الترابيزه. ركز. بص الحارس التمريره طول على طول، مفيش مجال. بص بروبي، حلو. بص اتقلبت الايه ازاي. هو بروبي اهو تاني، بص بروبي هو اللي عمل الجول لنفسه. نرجع على التاني بسرعه، انا قلت لك تركايه المهاجم في دي. ركز معايا، اول هدف جه بسبب امكانيات لعيب وفكره. يلا ننقل للهدف الثاني بسبب طريقه لعب. ركز معايا بقى يا سيدي، السويد بتلعب ب 3-5-2 والهولندا بتلعب ب 4-3-3. الهدف الاول جه والطريقه عادي شغاله الاثنين مع بعض زي ما قلت لك، امكانيات لعيب. لكن دي ايه اللي حصل لما جه في السويد الهدف الاول؟ مع الضغط طبعا ابتدوا يحرصوا شويه، يهدوا كده بعد الهدف ما جه، فتحولوا في الجون الثاني لهولندا ل 5-3-2. اكيد دفاعيا 3-5-2 هتحول ل 5-3-2، فبيبقى المنظر كده. تمام. هولندا بقى عقبتهم على التحفظ ده شويه، فبقى الوضع عمل كده. بص هتبقى ال4-3-3 عادي زي ما انت شايف، بيعملوا زحمه. تمام كده كده العمق كله مليان. ركز معايا في اللي هيحصل دلوقتي. فدي هجمه ملعوبه عادي، هجمه شغاله في الميد بلوك عادي جدا. كان طلعوا بالهجمه، الكره جايه من الناحيه دي، فبالتالي فرقه السويد هتميل بالزحمه الناحيه دي. تمام. هتقول لي ما تمام، ما كل واحد هو واخد باله من التاني اهو. كان الوضع كده، الملعب كله مايل للناحيه دي، الكوره مرت بالجنب ده كله، الخط ده كله بتاع هولندا وراحت لده. بس ايه التركه اللي حصل؟ بص الملعب عامل ازاي. فهم كده كده 5 ورا، فده اللي حصل. راح الراجل الجناح دخل جوه، خدت بالك؟ بقى كل واحد مسؤول عن واحد، فده راح ضم معاه. خدت بالك؟ بقى كل واحد بص، خلاص بقى كل واحد يمسك المان بتاعه. فراح الباك ده، الراجل راح في المساحه، ولما كرة عدت من ده وده وده وراحت لده، هتقول ايوه انا مقفل هيلحق. كان اصلا ساعتها عدل جسم الراجل وخد راحته في انه يعمل العرضيه اللي تتسبب في الهدف الثاني. شفت الفرق؟ هوريك دلوقتي. ركز معايا، بص هولندا بتعمل ازاي مع الدفاع المتوسط بتاع السويد. ركز. بص الهجمه الناحيه دي، ركز. بص الخط، بص السويد رايحه ازاي كده كلها عشان اللعب الناحيه دي، قفله من العمق. بص عمل ايه؟ شفت ده واقف فين؟ شفت اللي حصل؟ تاني ركز. بص بص اهو اهو، بص هيعمل ايه. تعالى فضل للراجل ده، خلاه ياخد راحته على الاقل. بروبي برضه نفس الفيرود. كده الهدف الاول جه بسبب امكانيات لعيب وفكره وقراره هو، والهدف الثاني جه بسبب طريقه اللعب نفسها. نيجي بقى للهدف الثالث، هو بسبب غلطه لعيب. يلا بينا نشوف. نيجي بقى للهدف الثالث واللي اثبت لك اللي هو بسبب خطا لعيب من السويد، لان طريقه اللعب حسنوها وظبطوها وخلوها 4-5-1 زي ما انت شايف الوضع كده، والكره معاهم. وقت ما يدافعوا بتبقى 5-4-1. تمام. دلوقتي هولندا معاها الكوره، الوضع بيبقى زي ما انت شايف كده. فايه اللي بيحصل؟ خد بالك، المفروض ده ايزاك. تمام، ده ايزاك. فايه اللي هيحصل دلوقتي؟ خلاص بقى احنا اتعلمنا من المساحه الواسعه اللي استغلوها لعيبه هولندا اخر مره. انا معايا طبعا هنا اهي كوره، وادي ايزاك المفروض. فالكوره اتلعبت للراجل الوينج، خلاص بقى ايزاك يروح مع الراجل ده، يروح مع الباك، ما هو المسؤول منه، او يمسك الوينج. لا، هو الراجل المفروض بدل ما يمسك الباك المسؤول منه، ولا حتى لو كسل يمسك الوينج، لا هو كسل اصلا عن دوره وبقى في زياده. بقى الوضع زي ما انت شايف، واتلعبت. كان في ساعتها 3 لعيبه جوه، كان في تفوق عددي لهولندا جوه، وجه الهدف الثالث. يلا بينا نشوف عمل بسرعه. ركز معايا اهي الكوره، ركز مع ايزاك اهو، المفروض ده دوره يمسك الباك اهو. فين ايزاك؟ بص الكسل، حتى ما ملوش دعوه حتى باللي جنبه. بص بص ايزاك، السبب ده كله ايزاك. شفت؟ ركز بقى تاني هثبت لك. شفت بيشاور لايزاك ازاي ده. ركز مع ده، بيشاور لايزاك بيقول له خلي يمسك ده تاني. ركز مع ده، هيشاور لايزاك ازاي.
حلو، روح مع ده. بص كان في 3 برضه بروبي مساهم فيها، لا يعني ال3 جوان باسباب مختلفه نهائي. زي ما قلت لك السبب الاول بسبب امكانيات لعيب وفكره، والسبب الثاني بسبب غلط في الطريقه، والسبب الثالث بسبب خطا لعيب من الفرقه. وعامه هولندا عندها كوارث دفاعيه، بس انا حبيت اقول الرساله المفيده من الماتش. وكان معكم حازم زيات، حد بيحب يعرف الكوره بتلعب ازاي. سلام.